السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الابتدائي في مدارس الخاصة ومدارس اللغات. إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول منهج Discover Chapter 3. بيتكلم عن إيه Chapter 3؟ Origins of Medicine، نشأة الدواء أو الطب. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lesson 1 معانا بيقول The field of medicine is the field includes things related to health and healing like nurses, doctors, researchers, treatment of illnesses. يعني ايه؟ الحقل او المجال الطبي هو مجال يتضمن اشياء مرتبطة بالصحة والعلاج او الشفاء، زي الممرضين والدكاترة والباحثين والمعالجين للمرض. بارت 1 طبعا عندنا القصة دي متقسمة ل3 أجزاء. الجزء الأول منها بيقول لي warm tea، الشاي الدافئ، ودي عبارة عن فيكشن، حاجة من الخيال. تعالوا نشوف كده يعني ايه الكلام ده. قال لي رامي woke up، رامي صحى من النوم. he has sore throat، كان عنده التهاب في الزور. his mom brings the thermometer to check his temperature، جابت الترمومتر عشان تقيس درجة حرارته. رامي has a fever، كان عنده حمى أو درجة حرارته عالية قوي. طب يعني ايه fever؟ قال لي is the raise of the body temperature، هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم above normal range، فوق المستوى الطبيعي. المستوى الطبيعي 37، لا هي دي أعلى من 37 درجة. رامي's grandma's، جدته suggest أو عملت اقتراح بورم تي، الشاي الدافئ to treat him، عشان تعالجه. طيب الفيكشن هنا ايه؟ قال لي is something معناها هو شيء told أخبر or written أو تم كتابته and is not true وغير صحيح. قال لي زي ايه؟ زي drinking warm tea، زي شرب الشاي أو الشاي الدافئ. طيب قال لي yesterday I felt very hot، أنا شعرت بالأمس بأن أنا درجة حرارتي عالية. I asked my mom for help، طلب من مامته المساعدة، ومامته قاست درجة حرارته ولكنها كانت مرتفعة. my mom gave me some medicine، وأمه اديته بعض الأدوية. now I am better، والوقتي أنا اتحسن. طيب part 2 من الحكاية بيقول لي the commercial وأوبينيون، قال لي يعني الدعاية التجارية والرأي. تعالوا نشوف ايه علاقة الكلام ده. بيقول لي رامي's مام، والدة رامي bring him a cold wet towel، جابت له ايه؟ قماشة كده مبلولة for his head، حطتها له على راسه. رامي doesn't like it because it makes him all wet، رامي كان بيتضايق من الكمادات دي عشان دي بتخليه كله يبقى مبلل. فجأة وهو قاعد كده لقى a commercial appear on the screen saying headache, body fever, it's time to feel better. لقى ايه؟ لقى اعلان تجاري كده ظاهر له بيقول له الصداع، ألم الجسم، الحمى، ده الوقت عشان تشعر بتحسن. no prescription needed، ما انتش محتاج لوصفة طبية. هو احنا ينفع نجيب دواء من غير وصفة طبية؟ طبعا لا. طيب رامي asked her mom، رامي سأل مامته about what he watched، على اللي هو شافه ده. his mom said this medicine will make you feel drowsy، قالت له ده الدواء ده هيخليك تشعر بالنعاس. this is a commercial way to grab the audience's attention، دي طريقة علشان يجذبوا بيها انتباه المشاهدين. طيب تعالوا ننتقل للأوبينيون. يعني ايه تعريفه؟ قال لي is what one person believes، حاجة في اعتقاد الشخص or feels أو في مشاعره just like using a cold towel، شبه استخدام ايه؟ الكمادات دي on your head، على رأسك. and opinion is not always true، والرأي دايما ما بيبقاش في الغالب صح. طيب تعالوا ننتقل لليسون 2. الدرس التاني بيتكلم عن بارت 3 من القصة. بيقول لي كاروتس، يعني جزر. بيقول لي رامي السيستر تيلز هيم eat lots of carrots، اخته قالت له كل كتير من الجزر like the rabbit، زي الارنب اللي موجود في القصة اللي انا بقراها. you will get better، هتبقى احسن. at the end رامي's father says، في الاخر والده قال له ايه؟ you should go to see a doctor، لازم انت تروح تشوف الدكتور. يبقى ده كان الفاكت الوحيد اللي حصل له، الحاجة الحقيقية او الواقعية. طيب يعني ايه فاكت؟ قال لي is anything، اي شيء true، حقيقي and can be proven، يمكن اثباته or verified او التحقق منه. زي ايه؟ زي visit to the doctor، زيارة الطبيب.
lesson 3 هيبدأ يكلمني عن امحتب. قال لي ancient Egyptians didn't know why people were sick. المصريين القدماء ما كانوش بيعرفوا ليه اللي الناس بتمرض. they thought اعتقدوا sprites في الأرواح. so they prayed for healing. كانوا بيصلوا وبيدعوا من أجل الشفاء. امحتب was unique. كان منفرد أو متفرد. he used scientific thinking. كان بيستخدم التفكير العلمي. he was the first to record observations data. كان هو أول واحد سجل الملاحظات، بيانات الملاحظات. make conclusions about different illnesses. عمل خاتمة أو حط وضع كده للأمراض المختلفة and treatments والعلاجات بتاعتها based on facts مبنية على الحقائق. he treated over 200 diseases. أكتر من 200 مرض. his scientific approach became a foundation. أصبح الاكتشافات بتاعته أصبحت أساسية for modern medical fields في الحقول الطبية. طيب إدوين سميث قال لي primary source كمصدر أولي. The إدوين سميث بيبريوس اللي هو البردي بتاع إدوين سميث is well known with its descriptions. كان معروف بالوصف بتاعه of ancient Egyptian surgical and medical practices المهام الطبية والجراحية of امحتب كان متسجلة فيها. it describes كانت بتوصف almost 100 terms 100 مصطلح of body parts لأجزاء الجسم. it contains كانت بتتضمن the first written description أول وصف of the brain للمخ. it explained the heart القلب pumps blood بيضخ الدم to all body parts لجميع أجزاء الجسم. it describes at least كانت بتصف على الأقل 48 injuries جروح and ways وطرق to treat them لعلاجها. each record begins كل تسجيل كانوا بيسجلوه يكتبوه يعني with the phrase كان بيسجل بجملة an element علاج I will handle سوف أي مرض سأعالجه. an element I will fight with سأحاربه. an element for which nothing can be done أي مرض لا يمكن فعل أي شيء من أجله. امحتب identified كان بيعرف and treated over 200 diseases in his lifetime في أثناء فترة حياته عالج أكتر من 200 مرض. he wasn't a physician هو ما كانش طبيب. the papyrus is dated between واترخت ورق البرد دي ما بين 1500 to 1700 BCE قبل الميلاد. but it may be a copy of a text ربما تكون هي نسخة من نص from even earlier تم كتابته من قبلها. تعالوا نشوف تجربة الخبز. قال لي بريد اكسبيرمنت تجربة الخبز. قال لي ذا افكت تأثير اوف جيرمز الجراثيم اون بريد اوفر تايم مع مرور الوقت بيزد اون ايفيدنس مبنية على شواهد. الادوات بتاعتنا تو ايكوال سايز سلايسز اوف بريد شريحتين من العيش قد بعض فريش بيكت لسه مخبوزين. ليبلد ريزولابل بلاستيك باجز اكياس بلاستيكية ممكن اغلاقها. كولرنج بنسلز والوان ملونة. طيب الخطوات touch the bread with unclean hand نلمس الخبز اللي بالايد المتسخة. wash your hand وبعدين نغسل ايدينا وبعدين نمسك touch the bread with your clean hand بالايدنا النظيفة. place each slice of bread in its plastic هنحط كل واحد منهم في كيس بلاستيكي ونقفل عليه. طيب بعد اسبوع بعد ما بنحطهم في الكيس البلاستيكي بنسيبهم لمدة أسبوع وبنجد في الآخر في الكونكلوجن إن الديرتي هاندز الأيادي المتسخة بنجد إنها بتنشر الميكروبات وبيحصل في العيش عفن. طيب الفاكتس هنا in science and medicine دايما الحياة الواقعية بتبقى موجودة في العلوم والدواء أو في الطب are proved by بيتم إثباتها looking for evidence بالشواهد. طيب تعالوا ندخل في lesson 4 أو الدرس الرابع. الدرس الرابع هنا بيكلمني عن the papyrus. قال لي هي كانت في الفترة ما بين 1550 و 1538 BCE يعني هي مشتركة في 15 ولكن نحفظ ان هي 1550 وما بين 1550 و 1538 BCE قبل الميلاد. جورج إبرس
قال لي it has an entire section فيها جزء كامل called book of hearts كتاب القلب. describes بيصف ايه how blood ازاي ان الدم reaches بيصل every part كل جزء of the human body من جسم الإنسان through vessels من خلال الأوعية والشعيرات الدموية. it has both scientific فيها جزء scientific علمي and magical spells for illnesses بالنسبة للأمراض and their cures وعلاجاتها. it includes هو بيتضمن over 842 cures من العلاجات for illnesses علاجات للأمراض and injuries والجروح. ancient cure و headache cure خطوات لعلاج الصداع. تعالوا نشوفها كده مع بعض. قال لي بيستخدموا الماشا herb عبارة عن عشب seeds وبذور وبيحطوا عليها فلور دي other وحاجات تانية ووتر والمية. then mix the ingredients بيخلطهم المواد أو المقادير together using مستخدمين mortar and pestle اللي هو زي حاجة شبه الإيد الهون كده. a tool هي أداة used to grind تطحن and mix وتخلط. then apply to head وبعدين بيحطوها على الراس عشان يعالجوا الصداع. بدأ يكلمني عن ان learning سواء science او history سواء تعلم العلوم او التاريخ are similar. العلوم والتاريخ بيقولوا متشابهين. ليه؟ because both depend on evidence كل منهم معتمد على شواهد او حاجات اتشافت. طيب تعالوا نشوف. قال لي cross checking is a variety of source. cross checking قال لي هي مصادر متنوعة help us collect a reliable picture بتخلينا تساعدنا ان احنا نجمع صور of history من التاريخ. scientists العلماء examined ancient Egyptian mummies المومياوات اللي بتاعت المصريين القدماء كانوا فحصوها مستخدمين using x-rays أشعة X and found direct evidence وجدوا شواهد مباشر of surgeries الجراحات described تم وصفها in the Biblia في الورقة البردي. also samples نماذج of bones من العظام والهير والشعر and teeth والأسنان indicate بتشير some of the cures العلاجات listed تم ذكرها in the Biblia were effective كانت علاجات فعالة. طيب تعالوا بقى كده ننتقل لليسون 5 بيكلمني عن primary and secondary sources مصدر أولي ومصدر ثانوي. بيقول لي هنا ان primary sources طبعا التعريفات دي بتبقى لازم تتحفظ. قال لي primary sources أو source is an artifact from the timeline being studied an eyewitnesses حاجة تم دراستها أو في شاهد أو or material close to the original قريبة قوي من الأصلية أو من المصادر الأصلية. بيقول لي هنا إن إدوين سميث بيبريوس وإيبرز بيبريوس و a newspaper publishes a story بتنشر قصة about an event عن حدث that a reporter saw واحد أو كاتب المقال شافه. يعني مقالة أو جريدة بتنشر قصة عن حادثة حصلت وحد رواها أو بيحكيها شافها هنا وبيحكيها. an interview with a famous person ولقاء شخصي مع شخص. كل دي حاجات اسمها تندرج تحت primary source أو مصدر أولي. طيب السكندري source المصدر الثانوي قال لي is anything أي شيء describes بيصف أو interprets بيترجم evaluates بيقيم or analyzes بيحلل information معلومات from a primary source من المصادر الأولية. نشوف أمثلة على ال secondary source أو المصدر الثانوي. قال لي زي descriptions of artwork وصف لعمل فني أو biography سيرة ذاتية أو in cyclopedia الموسوعات أو text books summarize ملخص لنصوص كتب أو ideas أفكار and information ومعلومات. كمان books كتب articles مقالات and documents وثائق combine information on topics بنربط بالمعلومات بالعناوين. وكمان the description of the Ebers Papyrus
وصف لبردية إبرز. we didn't look at it directly يعني احنا ما بصينالهاش بشكل مباشر. we read its description شفنا الوصف بتاعها written مكتوب by someone else من خلال شخص آخر. طيب تعالوا بقى نشوف رامز دريم the great library of Alexandria. حلم رامي ومكتبة الإسكندرية العظيمة. قال لي the great library of Alexandria exists for more than 1000 years. جلان أو جالين، يبقى هو كان بيقول لي إيه في الأول؟ بيقول لي إن مكتبة الإسكندرية موجودة منذ أكثر من آلاف السنين. طيب وهنا 1000 سنة يعني أكتر من كده كمان. فبيقول لي جالين ده مين؟ ده دكتور روماني درس in Alexandria في الإسكندرية before practicing in Rome قبل ما يتدرب في روما. He wrote about كان كتب about medicine الدواء and referred to what وأشار إلى he has learned in other documents اتعلم من خلال وثائق أخرى at the library موجودة في المكتب. People from different cultures الناس من ثقافات مختلفة come to discuss بيجوا عشان يتناقشوا أفكار ideas argue أو يجادلوا مع بعض and learn ويتعلموا about different topics عناوين مختلفة as there were no other sources لأن ما كانش فيه مصادر أخرى like the internet زي الإنترنت اللي موجود دلوقتي or any published books أو أي كتب منشورة like nowadays زي هذه الأيام. نبدأ في lesson 6 بيكلمني عن hospitals المستشفيات then and now قديما والآن. when we get sick لما بنمرض we go to the hospital بالنسبة للمستشفى. يعني ايه مستشفى؟ قال لي is a place مكان where many doctors حيث يوجد كثير من الدكاترة والنيرسز الممرضين and other specialists المتخصصين who are trained بيدربوا to take care of you عشان يهتموا بينا. hospital in the past المستشفى في القديم زي منصورية hospital. تعالوا نشوف ايه موضوع المنصورية. قال لي Mansouriya Hospital was built in 1248 CE. It held more than 4000 patients. كانت بتبقى فيها أكتر من 4000 من المرضى. It has different areas. كانت فيها أماكن مختلفة such as a huge lecture hall مكان للمحاضرات صالة كبيرة للمحاضرات a school مدرسة an orphanage دار الأيتام a mosque for Muslim patients مسجد للمسلمين المرضى and a church كنيسة for Christian patients للمسيحيين أو المرضى المسيحيين. every day كل يوم inspectors المراقب checked the cleanliness النظافة of the hospital الموجودة في المستشفى and its rooms وحجراتها. special steps خطوات خاصة were taken كانت بيتم أخذها to prevent infection كانوا بيعملوا حاجات معينة عشان يمنعوا العدوى. patients were given كانت بيعطوا hospital clothing بيتم إعطاء المريض ملابس من المستشفى and had beds with clean sheets وكان السراير فيها عليها ملاءات نظيفة. patients were set on a special diet كانوا بيتبعوا نظام غذائي depending on their cases حسب حالتهم. the food included meat الطعام كان بيتضمن لحم fresh fruit فاكهة طازجة or vegetables أو خضروات. experienced doctors الأطباء اللي عندهم خبرة taught students كانوا بيعلموا الطلاب in a medical school في مدرسة الطب and each doctor وكل دكتور had his own personal handwritten books كان عنده كتابه اللي مكتوب بخط ايده in the library في المكتبة. doctors recorded كانوا بيسجلوا their observations ملاحظاتهم on the patient's card على كارت كده خاص بالمريض treated them on their observations وبيعملوه من خلال ملاحظتهم and details تفاصيل were discussed weekly كانت بيتم مناقشتها أسبوعيا. ده قديما. تعالوا بقى نشوف الهوسبيتال ناو. قال لي مثال عليها مجدي يعقوب هارت فاونديشن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. قال لي أسوان هارت سنتر مركز أسوان للقلب was opened in 2009 في 2009 located along the banks of the Nile بالقرب من وبيقع على طول ضفة النيل
a new one is also being built in Cairo. في واحد جديد بيتبنى في القاهرة. The hospital has the latest technologies. فيها أحدث أدوات تكنولوجية. They provide training for doctors. بيدربوا الأطباء and nurses والممرضات and free medical services. وفيها خدمات طبية مجانية. Hospitals today. المستشفيات الآن have an organized medical services. فيها خدمات طبية منظمة including متضمنة surgery جراحات or pediatrics children's doctors. pediatrics اللي هي أطباء الأطفال. Today most hospitals serve fewer than 800 people. طيب المستشفيات اليوم بتعالج أو بتخدم أقل من 800 من الأشخاص. Hospitals now have different areas. لها أماكن مختلفة such as a pharmacy الصيدليات laboratory المعامل physical therapy العلاج الفيزيكالي departments الأقسام العلاجية and emergency والطوارئ. Doctors share الأطباء بتشارك their knowledge معرفتها أو معلوماتها and skills ومهاراتها with students مع الطلبة in real life في حاجات حقيقية أو واقعية. Many hospitals partner بتشارك with universities مع الجامعات. It has gardens فيها حدائق to provide peaceful السلام أو الأمان النفسي for patients للمرضى to heal after عشان يتمثلوا للشفاء أو يحسوا بالشفاء after illnesses بعد المرض and surgeries الجراحات. هنفرق ما بين دكتور مجدي يعقوب he is known for his study of the heart معروف بدراسته للقلب. ودكتور نجوى عبد المجيد she studies heredity and how traits are passed from parents ازاي انتقلت الحاجات الموروثة أو الصفات الوراثية من الأبناء to their children لأبنائهم. تعالوا كمان نشوف الاركيولوجيستس. بيقول لي they are people هم ناس who study بيدرسوا the past الماضي using artifacts بيستخدموا أدوات. they often discover بيكتشفوا the artifacts by carefully examining من خلال فحص دقيق للمكان البليسز where people used to live حيث كان الناس بتعيش فيه long ago لفترة زمنية طويلة. they use the artifacts and mummies المومياوات كمان. when they discover the tomb لما بيكتشفوا المقبرة of Car who was a doctor اللي هو كان كار ده اللي هو كان الطبيب during the 6th dynasty of Egypt. They found the oldest metal surgical وجدوا the oldest metal surgical tools الأدوات الطبية القديمة in the world dated between في الفترة اللي كانت مؤرخة في 2350 to 2180 BCE قبل الميلاد. Now they are preserved تم الاحتفاظ بيهم in إمحوتب ميوزيوم في متحف إمحوتب in سقارة في سقارة مكانه في سقارة. by learning science بتعلم العلوم and technology ancient Egyptian tools are improved تم تطوير الأدوات بتاعة المصريين القدماء. طيب الميديكال تول بقى tools in the past هنشوف شكلها كده. قال لي دي الميديكال forceps medical saws بتاعت الخياطة a tool used to make pills واللي كانت بتستعمل لصنع البرشام. طيب الحديثة بقى nowadays هذه الأيام stethoscope used to listen بيستخدم عشان تسمع your heart and lungs القلب والنفس القفص الصدري يعني الرئة. طيب blood دي بقى blood pressure cuff used to measure عشان تقيس how hard your heart is pumping الضخ أو pumping بتاع القلب اللي هو بيسموه ايه بالعربي اللي هو ايه زي النبض كده بتاع القلب أو الضخ بتاع القلب بيضخ الدم ازاي. طيب thermometer اللي هو ترمومتر used to measure يقيس your body temperature درجة حرارة الجسم. syringe and ampoule اللي هي used to give shots دي اللي هي
السرنجة الحقنة يعني والأمبول اللي بيبقى بيتسحب بالحقنة عشان يدخله كعلاج أو دواء للجسم البني آدم المريض أو التعبان. اكس راي ايمج صورة اكس راي used to look at bones عشان نبص على العظم inside your body بداخل الجسم. اوتوسكوب used to look into your ears في الأذن. طيب temporary words related يعني ايه؟ قال لي الكلمات المؤقتة دي، قال لي related to time to help تعود للوقت عشان تساعد communicate التواصل the sequence of events مع تتابع الأحداث زي such as first وبعدين then و next و finally. first أولا then ثم next التالي finally أخيرا. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية شابتر 3 من منهج ديسكفر للصف الثالث الابتدائي. دمتم في أمان الله.